ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه جديده وهتعجبكم جدا. شعارنا هو التوفير والاقتصاد، بما ان بقى الحاجات كلها غليت والاسعار كمان غليت. يلا بينا الاول نسمع صوت بلح الشام. ده اجمل بلح شام عملناه، كمان من غير بيض ولا نشا ولا زبدة ولا اي حاجة، بمقادير اقتصادية جدا. هتعملي احلى بلح الشام، وانسي ان انتي تغيري الطريقة دي. عندي الاول هنعمل السيرب بتاعنا، وهو عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية ونص من المية. المقطع بتاع كوبايتين من السكر ما كانش الموبايل بيصور، معلش. بس هو المقدار بتاعه كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية. هسيبهم على النار كده يبتدوا ان هما يغلوا، وهاجي على العين بتاعه البوتاجاز التانية هحط كوباية ونص من المية في طاسة واسعة كده. عليهم 3 معالق كبار من الزيت، زيت الاكل النباتي العادي اللي موجود في اي بيت. اول ما يبتدي بقى المية بتاعتنا ان هي تغلي من الجناب كده زي ما انتوا شايفين، هنبتدي ننزل عليها بكوبايتين. بس الكوباية التانية مش بتكون مليانة قوي، يعني بتكون كوباية وكوباية إلا ربع، يعني كوبايتين إلا ربع من الدقيق، عشان خاطر يبقى القوام بتاع العجينة طري معانا وما تبقاش كده ناشفة. والبلح الشام جامد كده من جوه، والعجين بتاعه كتير. هبتدي ان انا اقلب المكونات دي بقى بسرعة بسرعة كده وهي على النار، عشان خاطر الدقيق بتاعنا يستوي، وكمان عشان خاطر يتشرب المية بتاعتي كلها وكل الدقيق يدخل مع المية مع بعض. ابتدي اقلب بالاسباتيولا كده، ممكن تستخدمي حلة عادي، مش شرط ان انت تعملي في الطاسة زي اللي انا عاملة فيها. وهبتدي اقلب كده لغاية لما احس ان في ان الدقيق كله اختلط. وكمان هتحسي في الحاجة اللي انت بتعملي فيها، اذا كانت طاسة او حلة او اي حاجة، هتحسي ان الدقيق عمل طبقة كده في الارضية زي اللي انتوا شايفينها دي. بتكون كده معناها ان هو استوى. هنا بقى السيرب بتاعنا بعد ما غلي، عصرت عليه نص ليمونة، وسبته يكمل كمان الغليان بتاعه. هياخد بس 10 دقايق على النار او 8 دقايق، وهطفي عليه على طول واسيبه لغاية لما يبرد. هنا العجينة بتاعتي خلصت، وما بقاش فيها اي دقيق باين، حتى لو في ذرات من الدقيق باينة بسيطة. انت كده كده لسه هتعجنيها شوية بايدك عشان خاطر تبرد معاكي، وكمان كل دي يتدخل مع بعضه. لو لسه مكمله معايا الفيديو، يا ريت ما تبخليش عليا بلايك وكومنت حلو وظريف منك كده ودعوه حلوه. ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. والله والله يا بنات، والله يا جماعه، انتوا مش هتخسروا حاجه لو حطيتولي لايك على الفيديو، بل بالعكس انتوا بتساعدوني في ان القناه تكبر وتزيد بيكو، والعيله بتاعتنا تكبر كمان بيكو، وان كمان الفيديو يقترح لناس تانية وتشوفه. بصوا، عجنت العجينه بتاعتي هي لسه سخنه، فانا بحاول ان انا اعجنها عجنه بسيطه واسيبها لغايه وهسيبها تبرد خالص. وبعد ما بردت معايا جبت بقى القمع ده، هقول لكم ايه المشكله اللي حصلت معايا، بس خليكم معايا لغايه الاخر. ده قمع بتجيبيه هو زي ما هو على بعضه كده، بيبقى فيه اشكال كتير، هو بيبقى في حدود 25 جنيه او ب20 جنيه بالاشكال اللي معايا دي. بيكون القمع بتاعه من القماش، يعني مش بلاستيك. المشكله بقى في القمع دوت ان هو مش بيستحمل اي حاجه فيها عجين، وكمان الاشكال اللي فيه مش حاده جامد ان هي تخلي بلح الشام بتاعك يحافظ على الرسمه بتاعته. هتقولي لي طيب انهي نوع احسن؟ هقولك. في كيس حلواني كده بيتباع لوحده، بيكون هو سعره كده 30 جنيه لوحده او 25 جنيه. بص هو فك ازاي. وبتجيبي القمع مش البلاستيك، بتجيبي القمع اللي هو بيبقى معمول من الاستانلس بتاعي او من الحديد كده، بيكون استانلس هو. ده بيعمل لك رسمه حلوه جدا، وده كمان الحلواني هو اللي بيستخدمه. يعني الرسمه بتاعته حاده كده وبيطلع لك بلح الشام رسمته حلوه. بس انا بصراحه بصراحه ما عنديش غير ده، لغايه لما اجيب بقى ايه التاني ان شاء الله. انا قلت لكم عشان خاطر ما تشتروهوش يا بنات وتجرموا وتدفعوا فلوس عليه على الفاضي. زي ما انتوا شايفين انا ابتديت ان انا اشتغل بالقمع بس من غير الكيس، لانه طبعا اتخلع زي ما انتوا شفتوا كده. ده عايز كريم شانتيه، حاجات يعني ايه خفيفة كده وسهلة. مش هيعمل معاكي ولا بوتشيفور بقى، ولا بلح الشام، ولا بسكوت عيد، ولا اي حاجة.
تمام. حطيت بقى طاسة من الزيت كده على النار، خلصت الكمية بتاعتي كلها. وبعد كده حطيت طاسة على النار، ابتدت ان هي الزيت يسخن شوية، وابتديت ان انا احط بلح الشام. مش يسخن يبقى بارد، لا، تخليه سخن شوية يعني، لان ده مفهوش بيض ومفهوش بيكنج باودر ومفهوش ولا نشا، فمش هياخد معايا وقت في السوا شوية، ومش هينفش زي البلح الشام التاني. بس بيطلع مقرمش وبيحافظ على القرمشة بتاعته، وكمان بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. والله والله والله، جوزي لما داقه قال لي ان هو احلى من اللي بيتعمل فيه بيت. يعني انا بحلف لكم بالله، احلى كتير كتير من اللي بيتحط له بيض. وطعمه كمان، وبيفضل مقرمش وبيفضل كده. حتى لو فضل لتاني يوم مش بيطرى خالص، حتى لو حطيتي عليه الشربات او السيرب بتاعه مش بيطرى خالص، بيفضل ناشف ومقرمش زي ما هو. اول ما تحسي ان هو ابتدى يمسك نفسه كده، تروحي مقلباه تقليبه بسيطه. تفضلي بقى كده تقلبيه من هنا لهنا عشان ياخد كله لون واحد. وبعد كده تجيبي مصفى وتحطيها على طبق. وعشان تطلعي فيها بلح الشام بيفضل مقرمش لما بيصفي الزيت بتاعه، وفي نفس الوقت بيصفي اي زيت بيطلع معاه، عشان خاطر لما تيجي تحطيه في السيرب ما يبقاش فيه زيت كمان معاه. هوريكم دلوقتي شكله لما ابتدى ان هو يحمر. اهو بصوا بقى ابتدى ان هو يحمر. ليه بقى يا بنات كنت بقول لكم على القمع دوت مش حلو؟ لان بعد ما بتحطي بلح الشام على النار، الرسمه بتاعته عشان خاطر مش حاده زي ما قلت لكم، الرسمه بتاعته بتروح خالص من على بلح الشام. لكن لو اللي هو التاني اللي هو معمول من الاستانلس دوت بيكون الرسمه بتاعته حاده جدا. يعني بيخلي الرسمه دقيقه، يعني بيدخل في العجينه قوي. فبيخلي الرسمه لما انت بتحطي بلح الشام على النار مش بتروح الرسمه بتاعته. جربوا اللي انا بقول لكم عليه دوت، وان شاء الله هيطلع ناجح جدا. هطلعه بقى على المصفى عشان خاطر يتصفى، وحطيت بقية البلح الشام اللي عندي. اهو بص بوريكم شكله ان هو الرسمة ابتدت ان هي تروح منه لما استوى. دول بقى حطيت الباقيين كلهم كده في الزيت يعني اقصد. وكمان سبتهم بقى لغاية لما اتحمروا، وهوريكم دلوقتي شكلهم كلهم بعد ما طلعوا من النار، وكمان لما نحطهم في الشربات. يلا يا قمر انت وهي حطي لايك واكتبي لي كومنت حلو. يلا بينا نشوف بقى بعد ما طلع من على النار عملنا ايه. جبت هنا ده السيرب بتاعي، كنت حطيته بقى بعد ما برد حطيته في التلاجة عشان خاطر يبقى ساقع، انا مش عايزاه سخن عشان ما يطريش بلح الشام بتاعي. حطيت كل البلح الشام مع بعضه عشان اقلبه تقليبه مرة واحدة واطلعه على طول، فما ياخدش شربات كتير، وكمان يبقى كله واخد نفس كمية الشربات مع بعض. هطلعه برضو على نفس المصفى عشان يصفي لي اي شربات طلع معاه، عشان خاطر ما يبقاش مسكر قوي. طبعا لو عايزه تضعفي الكميه ضعفي براحتك اللي انت عايزاه. انا زي ما وريتكم في الاول ان هما كوبايتين الا ربع من الدقيق عليهم كوبايه ونص من الميه و3 معالق زيت. هو دي بس كل المقادير اللي معانا ورشه بسيطه جدا من الملح، وممكن تستغني عنها، ما بتعملش اي حاجه يعني، ملهاش اي آه انفعال في العجينه يعني. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بصفيه كويس من الشربات دوت او السيرب ده يا بنات، ما ترموهوش، بتفضيه تعبيه في برطمان وبتحطيه في التلاجة، بتستخدميه بقى. عملتي زلابية، عملتي بلح الشام تاني، عملتي اي حاجة هتلاقيه موجود عندك في التلاجة ومش هيسكر منك. انا كده صفيته من السيرب وهحطه على الطبق اللي انا هقدم فيه. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. وكمان بلح الشام بتاعنا بكل طريقته بقى اقتصادي جدا جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوا الطريقه وتقولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في وصفه